التمثال دوت بيعود الى عصر الاسره الخامسه. مقبرته كانت في سقاره، اتوجد عن طريق مريت، والعمال بتوع مريت اول ما شافوه بتاعتهم، ولذلك مريت قرر يسمي التمثال ده تمثال شيخ البلد. انما الاسم الحقيقي للراجل دوت كعبري، في بعض الناس بتطلق عليه كعبر، تمام؟ انما هو كاهن من الكهنه المصريين، والتمثال روعته انه معمول من السيكامور او من خشب شجر الجميل، وكان طبعا فيه كتير من التكسير والاصابه، ولكن تم عمل ترميم للتمثال. وعندنا هنا بعض الصور اللي بتوضح الحاله الاصليه اللي اتوجد عليها التمثال، واعمال الترميم اللي تمت عليه تمت فين بالظبط. زي ما بنقول ان الفنان المصري القديم كان في غايه التمكن هنا في التمثال ده، علشان يبرز معالم النبل في تفاصيل جسد ووجه قاعدة. زي ما احنا شايفين الراجل ممتلئ الجسد بكرش، زي ما احنا بنقول دليل على الثراء والغنى. يعني هو بالفعل كاهن، راجل غني وماسك العصايه بتاعت الكهنه. الفنان المصري نجح تماما في ان هو يظهر كل التفاصيل دي، وكمان عمل حاجه فريده جدا من نوعها، ان خلي بالك ان الدماغ الراس بتاعت التمثال والايدين متحركين، بيتحركوا، يعني متركبين في الجسم، بيتحركوا، عاملهم متحركين مش ثابتين. منفصلين وبيتحركوا، خلي بالك، يعني بتيجي كده وتيجي كده وتيجي الثانيه والدماغ بتلف. حاجه معموله يعني بمنتهى الجمال والروعه والاتقان. زي ما احنا شايفين العينين المطعمه المركز، علشان كده بتبدو العينين حقيقيه، تحس ان العينين حقيقيه لانها معموله من المركز. ثبت جذورك في التراب فأنت باق ها هنا. الأرض أرضك يا فتى، هذه البلاد بلادنا.